مترصد في بيوتهم، وهو أولى أن يخافوه ويأخذوا له عدته. فالجهل عن خالق هذا الكون ورب العالمين وصفاته وأسمائه الحسنى، والوقوع في الشرك والوثنية وعبادة النفس والشهوات وتعدي الحدود وانتهاك الحرمات أكثر نفوراً وأعظم خطراً من جيش مراصد يحسبون له كل حساب ويفزعون منه كل الفزع. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذه الآيات جاءت في سورة الشعراء التي ذكرت فيها قصة موسى عليه السلام من بداية النبوة إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وقومه وغرق فرعون ومن معه، واشتملت أيضاً على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله. أتى الله الحكيم بهذا التفصيل في هذا الوقت الذي أمر به الرسول بالجهر بالدعوة ليكون أمامه وأمام الصحابة نموذجاً لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية الدعوة. وكذلك اشتملت هذه السورة على مآل وعاقبة المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وإبراهيم ولوط، علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه، ليعلم الذين سيكذبون بالرسالة بما سيؤول إليه أمرهم من مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب، وكذلك ليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم إن صبروا. إن اتباع أبي بكر لمحمد وإعلان ذلك وزيادة أعداد مؤيدي محمد يعطيه قوة هي خطر علينا. هؤلاء